السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من عند طيورنا، والنهاردة ان شاء الله هنعمل الخلطة الموفرة جدا، اللي بتدفي جسم الفراخ، وفي نفس الوقت طبعا بصوا من غير خلطات. احنا ممكن نضيف عليها بس معلقة شطة. طبعا انا حاطة شطة قريب فمش هحط شطة تاني. انا مش هضيف عليها شطة. لو انتوا عندكم اسهالات ولا حاجة هنضيف عليها آه هنضيف عليها اسمها ايه ده، نشا. يا جماعه ركزوا معايا انا ببص بتفرج على الطيور بسرح وبنسى الدنيا الصراحه يعني. فطبعا الحمد لله احنا ما عندناش الحاجات دي، ولكن عندنا برد مع الرومي، وان شاء الله هنتكلم عنه في فيديو منفصل خالص، وهنتكلم اسبابه وازاي برضو ان احنا نعالجه. فكده زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك. انا دلوقتي عملت لهم الخلطه اصلا وهم بياكلوا، بس المقدمه عملتها بعد ما بدات الفيديو. تعالوا بقى نشوف عملنا العلفة بتاعتهم النهاردة ازاي ووفرت معانا ازاي. نعمل بقى النهاردة الخلطة الموفرة معانا في العلف. ده نص كيلو ردة، ونحط عليه حوالي كوباية مية، هنقلبهم مع بعض. استنى ما تقلبش بقى، هجيب الذرة. قلب كده يا حمصة، نقلب، ولو احتاجنا مية تاني نحط. ده افضل كتير من ان احنا نحط ميه بزياده ويبقى الاكل مبلبل، لان طبعا زي ما انتم عارفين الميه الزياده هتزود الديدان، بالذات لو الطيور عندها ديدان في البطن. فاحنا بنحاول نخلي الاكل ناشف. انتوا عارفين ان الفراخ عامه بتحب الاكل ناشف. الفراخ عامه بتحب الاكل ناشف، لكن لو بط عادي نحط عليهم دول. ونجيب بقى كيلو علف كمان، بقى كده كيلو ذره ونص علف، وده حوالي كيلو الا ربع. ما كملتهوش. كيلو ذره ونص رده، كيلو الا ربع علف، يبقى الاجمالي معانا 2 كيلو وربع. من كيلو الا ربع علف بس. طبعا انتوا عارفين ان انا لازم احط علف عشان خاطر الرومي اللي عندي وفراخ التسمين. كمان الجو برد فلازم نسخن جسم الفراخ ونديهم نسبة بروتين كويسة تعوضهم الساعة اللي احنا فيها. وكمان هنا بقى هنضيف رغيفين عيش عليهم، وكمان ممكن نضيف بطاطا، لكن انا بحط البطاطا في وجبة اخر النهار. بصوا بقى الطيور جعانة، الطيور جعانة ومستنين الاكل. المية دي انا حاطه لهم فيها رافع مناعة، يبقى النهارده حطينا رافع مناعة، وكمان عملنا لهم وجبة كويسة وتغذيهم. بصوا ده بواقي البطاطا اهو، لان العلافة كانت مقلوبة، وده بواقي الاكل بحطه اول ما اطلع زي ما انتوا عارفين. يبقى احنا كده ما حطيناش عليقة كتير، لكن لازم نحط حاجة تغذيهم، ولازم نهتم بغذاء الفراخ يا جماعة في اليومين البرد اللي احنا فيهم دول. عايزة اقول لكم بقى على المشكلة اللي حصلت عندي. انا عندي شلت ديوك ما شاء الله، وشلت فراخ ساسو، فالعدد عندي قل، والمكان زي ما هو، والجو اليومين اللي فاتوا كانوا برد. فكنت حاطه كمان فراخ ابيض بره، وطبعا وقتها كنت بولع لمبه عشان خاطر ادفي. كان جو الاوضه دافع عن كده كتير، فبسبب الموضوع ده حصل عندي ازمه. ايه بقى الازمه اللي حصلت؟ حصل عندي ان الرومي بالذات ظهر عليه دور برد، ظهر عليه التهاب في الجيوب الانفيه، ظهر عليه التهاب في الجيوب الانفيه ولازم نعالجه. طبعا انا مش هكمل العلاج معاكم، فاحنا حطينا له الاول مضاد حيوي،
وبستعمل اولفنت موسع شعب. الاولفنت 4 سنتي على اللتر، وحبيت اعمل معاهم سقوة رافع مناعة. رافع المناعة انت بتشتريه جاهز وبتحطي منه سنتي على اللتر. لو على قد الفراخ بس، الفراخ البلدي مناعتها كويسة، لكن الرومي حساس شوية، وبالذات الرومي الابيض. ف فايه فهحاول احط لكم مقطع كده اللي انا كنت مصوره فيه الرومي، لان انا مش عايزه امسكه دلوقتي وهو وشه وارم، كمان صوته مش طبيعي. فعشان كده دايما بنقول لازم ناخد بالنا من الحاجه بتاعتنا. بصوا هي كشه ازاي، هي دي اللي وشها وارم. وشها وارم ورم على فكره يعتبر خفيف، فانا مش هسيبه لما يتقل اهو. كمان هصوره لكم الطريقه ازاي ان احنا هنشيل الورم ده. تعالي ما تخافيش. بص اهو ورم بالذات الجزء ده كده خفيف لسه عليها ما زادش. بصوا الرومي عشان انا قربت بس من الفرخه بتاعته. بصوا نفش ريشه اهو. اللي هناك دي اللي بان فيها الورم اهي، اللي هناك دي بصوا اهي وشها ورم شويه اهي. انا عايزه اقول لكم ان انا يعني عصرت كده بس ما عملتش كويس اهي. عملت جنب وجنب لاني كنت لوحدي ومش عارفه اصور. بصوا من هنا ما فيش، لكن من الناحيه التانية اصبري، فانا لو مسكتها هو هيتخانق فيا اهو. اهي وشها وارم، تحسوا ان في بالونه كده في الجنب. ماشي، هحط لكم المقطع التاني دلوقتي. يبقى احنا حطينا ايه؟ مضاد حيوي بتجيبيه، وحطينا حاجه للتنفسي اولفنت، ولازم وش الرومي يتعصر. فده ان شاء الله. بصوا هو انا وريتهولكوا اهو، فان شاء الله ده الفيديو الجاي عشان خاطر انا ما اطولش عليكم الفيديو ده. بصوا الفراخ ما شاء الله اللهم بارك. الفراخ البلدي بتاعتنا دي طبعا لسه ما بشرتش ولسه عمرهم صغير يا جماعه. ان شاء الله يبشروا معانا قريب. البط صغير برضو. عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده، استنوا بقى الفيديوهات اللي جايه، هنحط فيها فيديو ازاي نقيس الفرخه البلدي، او نعرف ان الفرخه عامه او فرخه شمشعر او اي فرخه نعرف ان هي عليها بيضه او انها قربت تبيض. ده الفيديوهات اللي جايه. والفيديو التاني برضو الفيديوهات دي مطلوبه مني، وبالنسبه لاقسام البيضه عادي. بالنسبه للفيديو التاني مطلوب مني اللي هو ورم الرومي، وانا عشان عندي نفس الحاله فان شاء الله استنوه في فيديو عملي. يعني مش عارفه انه فيديو هينزل قبل التاني، انا الاتنين هشتغل عليهم، واللي هيجهز اكيد هنزله الاول. التاني ازاي ان احنا نسحب الورم من الرومي، وازاي ان احنا نعالجه بالتفصيل في الفيديو في فيديو منفصل ان شاء الله. تمام. عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده، فلغايه هنا هقول لكم مع السلامه.